سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم يا رب في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك وفي هذه اللحظات المباركة أن تنعم علينا بأن تقبل دعاءنا وتستجيبه يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلينا وذرياتنا وتكلأنا بعين رعايتك وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. لا إله إلا الله يا رب العالمين. اللهم أنت أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، تقدست أسماؤك وصفاتك، وصلى الله على خير من دعاه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من هو في الأرض إله وفي السماء إله، يا من له عنت الوجوه وذلت لعظمته الجباه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويسمع العبد إذا نجاه، يا من ليس له معه إله يدعى. يا رب ليس معك إله يدعى ولا رب يرجى ولا خالق يخشى. أسألك يا إلهي أن تستجيب بفضلك دعاءنا ورجاءنا، وأن تحقق لنا آمالنا، وأن تصلح لنا أقوالنا وأعمالنا. نسألك الجنة ونستجير بك من النار يا أكرم الأكرمين. يا عظيما تواضع لعظمته كل شيء، يا عزيزا ذل لعزته كل شيء، يا أحسن الخالقين وأحكم الحاكمين، يا مقيل العثرات وغافر الزلات، يا من تنزه عن الشبيه والنظير، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من لا يخي ولا يصرف الشر إلا هو، يا من لا يضام جاره ولا أنصاره، يا من قدر فهدى وله الأسماء الحسنى، يا من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يا من يحيي العظام وهي رميم، يا من خلق الإنسان في أحسن تقويم، يا أرحم الراحمين ومولى المتقين وولي المهتدين، يا من بيده نواصي العالمين، يا من لا يخيب رجاء العاملين ولا يهدي كيد الخائنين، ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية المسيئين، يا من يطعمنا ويسقينا ويميتنا ويحيينا، يا من نطمع أن يغفر لنا خطايانا يوم الدين، يا من لا يمله الدعاء ولا تنقص خزائنه من العطاء ولا يخيب فيه الرجاء، ويذل من يشاء ويعز من يشاء، يا من هو الواحد الأحد. اللهم ارحمنا إذا انقضت من الدنيا أيامنا وأزفت عند الموت أحلامنا وأحاطت بنا الأقدار وشخصت الأبصار وعلى الأنين وعرق الجبين برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك الأمن والأمان في الأهل والولد والمال والجسد. ارحمنا يا واحد يا أحد. سبحانك اللهم أنت الصمد المقصود ذو الكرم والجود والعطاء الممدود، أنت العزيز الباقي لك العز والبقاء، تجير من استجارك وتحفظ من لجأ إليك وتغني من توكل عليك وتعز من اعتز بك وتؤمن الخائف وتنصر المظلوم وتعطي المحروم. لك الحمد كثيرا بكرة وأصيلا. هربنا اللهم إليك من سيئات أعمالنا ومن كبائر ذنوبنا، ووقفنا ببابك وليس معنا وسيلة إلا رحمتك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك إلى من أشتكي وأنت العليم القادر، أم بمن أستنصر وأنت الولي الناصر، أم بمن أستعين وأنت القوي القاهر، أم من ذا الذي يغفر ذنبي وأنت الرحيم الغافر، العليم بما في السرائر الخبير بما تخفيه الضمائر، ومن ذا الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر، يا من هو فوق عباده عظيم وقاهر، يا من هو مطلع عليهم وناظر، يا من هو الأول والآخر، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا مفرج الكربات وغافر الخطيئات وقاضي الحاجات ومستجيب الدعوات وكاشف الظلمات ودافع البليات
وإله الأرض والسماوات، أسألك اللهم ألا تحجب دعوتنا ولا ترد مسألتنا ولا تدعنا بحسرتنا ولا تكلنا إلى حولنا وقوتنا، وارحم عجزنا وفاقتنا، فقد ضاقت صدورنا وتحيرت فيه أمورنا، وأنت العالم بسرنا وجهرنا، الملك لنفعنا وضرنا، القادر على تفريج كرباتنا وتيسير عسرنا. سبحانك، أنا عبدك الذي أنعمت عليه بخلقك له وبعد خلقك إياه، وهديته لدينك ثم أمرته فلم يأتمر وزجرته فلم ينزجر، لا معاندة لك ولا استكبارا عليك، وها أنا ذا بين يديك أقف صاغرا ذليلا خاضعا خاشعا خائفا من عذابك، معترفا بذنوبي مستجيرا بصفحك، موقنا أنه لا يجيرني منك مجير ولا يمنعني منك مانع، فعد علي بفضلك وجد علي بعفوك وامن علي بغفرانك، واجعلني من خاصة عبادك وممن يفوز برضوانك يا أرحم الراحمين، يا سامع الأصوات وعالم الخفيات وباعث الأموات ومجيب الدعوات وقاضي الحاجات وخالق الأرض والسماوات، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، أخلص لنا نياتنا واقض حاجاتنا وحقق لنا أمنياتنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتغفر ذنوبنا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا، أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. حب اللهم الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا يا رب من الذين توفيتهم مسلمين وأحينا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أنت العلي العظيم وأنا العبد البائس الفقير، وأنت الغني الحميد وأنا العبد الذليل. أمن بغناك على فقري، وبحلمك على جهلي، وبقوتك على ضعفي، يا قوي يا عزيز. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز، ولا إلى الناس فأضيع، ولا تخيبني وأنا أرجوك، ولا تعذبني يا رب وأنا أدعوك، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بذلي ومسكنتي. من علي بحسن إجابتك واغفر لي زلتي، فإنك خلقت عبادك لعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نصبت وجهي ومددت يدي، فبعزتك استجب لي يا رب، استجب دعائي ولا تقطع من فضلك رجائي. يا الله يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، وارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك على كل حال، وصدق النية والاتكال، يا أكرم الأكرمين، يا من هو لمن رجاه كريم، يا من هو على من عصاه حليم، يا من هو في حكمه عظيم، يا من هو في إحسانه قديم. كيف أدعوك وقد عصيتك، وكيف لا أدعوك وقد عرفتك؟ مددت إليك يدا بالذنوب مملوءة، ويمينا بالرجاء مأمولة. إلهي كيف يخيب وأنت أملي، أم كيف أهان وعليك متكلي؟ اللهم اجعل منتهى مطالبنا وجهك ورضاك، وأقصى مقاصدنا عفوك يوم أن نلقاك. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وإنا نسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك. نسألك إنابة المخبتين إليك وإخبات المنيبين إليك. نسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك. نسألك لحاقا بالأحياء المرزوقين عندك. اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء، ومن قطيعة الأقرباء، ومن جفوة الأحياء، ومن تغير الأصدقاء.
يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر كله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع: لا تسلمني إلى عدو يؤذيني، ولا إلى صديق يرضيني، وارزقني رزقا حلالا يغنيني يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب، وأرحم من عاقب، وأحسن من خلق، وأحكم من شرع، وأحق من عبد، وأولى من دعي، وأبر من أجاب. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا من لا تمل من حلاوة ذكره ألسنة الخائفين، ولا تكل من الرغبات إليه مدامع الخاشعين، اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نورا نهتدي به إليك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. وأسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، فاهدني هدى المهتدين، ولا تجعلني من الغافلين، واغفر لي يوم الدين. وأسألك صبرا جميلا، وفرجا قريبا، وقولا صادقا، وأجرا عظيما. ربي ما أكثر عفوك وأجل ذكرك، ما أوفى عهدك وأنجز وعدك، ما أشمل نفعك وأتقن صنعك، ما أوسع رزقك وأعظم شكرك، ما ألطف خيرك وأقوى أمرك، ما أكثر فرجك وأحكم صنعك، ما أجمل حكمك وأصدق قولك. اللهم يا رب لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم إنا عبدناك فإنما نعبد ربا عظيما، وإنا إذا سألناك فإننا نسأل ربا كريما، وإنا إذا رجوناك فإنما نرجو ربا رحيما، وإنا إذا طمعنا فيما لديك فإنما نطمع في فضل رب عظيم كريم رحيم. يا رب إني خائف مستجير فأجرني من عذابك، وسائل فقير فارزقني من فضلك، فلست ذا قوة فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر. يا لطيفا في فضائله، ورحيما في بلائه، وكريما في عطائه، تجلى علينا باسمك اللطيف الرحيم الكريم. اللهم يا فارج الهم وكاشف الغم، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا خالق الخلق وعالم السر، يا موفي بالعهد وصادق الوعد، يا راحم العبرات ومقيل العثرات، يا ستير العبرات ومحيي الأموات، يا مضاعف الحسنات وماحي السيئات. أسألك يا رب البيت الحرام والركن والمقام، رضاك والجنة، وأعوذ بك من النار. إلهي نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتغمدني برحمة منك يا أرحم الراحمين. يا عالم كل خفية، ويا صارف كل بلية، يا من أغثت إبراهيم، ويا من نجيت موسى، ويا من رفعت عيسى، ويا من اصطفيت محمد، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، بل أدعوك دعاء الموقن الذي لا يعلم كل العلم أنه لا يكشف عنه ما هو فيه إلا أنت. فيا أرحم الراحمين ارحمني، ويا غياث المستغيثين أغثني، ويا ناصر المستنصرين انصرني. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار
وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين الشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم أحيني حياة السعداء وأمتني ميتة الأتقياء. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة يا أرحم الراحمين. أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر، يا من وعد فوفى وأوعد فعفى، واعف عمن ظلم وأساء، يا من تسره طاعتي ولا تضره معصيتي. هب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرك. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيتي. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك، أن تقبلني وأن تجيرني من النار بقدرتك يا أرحم الراحمين. اجعلني من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك، ولا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك كريم رحيم ودود. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، يا كريم يا منان. إلهي بمن أستعين إن لم تعني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. فمن سواك أدعو، ومن غيرك أرجو، ما لي أحد سواك يا الله يا رب. اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك، وجمل أمري ما أحييتني، وعافني ما أبقيتني، وبارك لي فيما خولتني، واحفظ لي ما أوليتني، وارحمني إذا توفيتني، وآنس وحشتي إذا أرمستني، وتفضل علي إذا حسبتني، ولا تسلبني الإيمان وقد هديتني. أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئست البطانة، ومن الكسل والهرم والبخل والجبن، وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات. اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاك يا رب العالمين. أستعين بك وأتوكل عليك وأستغفرك وأتوب إليك. بابك مفتوح للسائل، وفضلك مبذول للنائل. يا من إليه ترفع الشكوى، يا عالم السر والنجوى، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا عظيم يا كريم، عظم سلطانك وعلى شانك وظهر أمرك. فأسألك بعزتك ألا تحجب عنك دعاءنا بسوء عملنا ومقالنا. اللهم ما قضيت علي من قضاء فأعطني معه صبرا، وما أعطيتني من عطاء فأعطني معه شكرا. يا منشئ الموجودات، وواهب الحياة، وباعث الأموات، وعالم الأسرار، ومنجي الأبرار، ومهلك الكفار، يا عظيم الملك والسلطان، يا دائم النعم والامتنان،
يا ذا الجلال والإكرام. أنت الله الملك الرحمن، سبحانك إنا ندعوك ثقة بكرمك وطمعا في رحمتك وسعيا وراء مرضاتك وخوفا من عذابك، فما غير وجهك قصدنا ولا إلى غيرك التجأنا. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أحينا محسنين وتوفنا محسنين والحقنا بالصالحين. سبحانك أنت الذي تواضع كل شيء لعظمته، والذي في السماء والأرض آياته، والذي في الجنة رحمته وثوابه، والذي في النار عقابه وعذابه، لا ملجأ منه إلا إليه. افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وشكرك وعملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم شهد جناني بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من عذاب الدنيا وخزي الآخرة. إلهي لو لم تطلق لساني بدعائك ما دعوت، ولو لم تهديني للإسلام ما اهتديت، ولو لم تعرفني نعمائك ما عرفت، ولو لم تبين لي عقابك ما استجرت. اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك واسلك بنا سبيل أهل مرضاتك. اللهم إن أقعدني التخلف عن السير مع الأبرار فقد أقامتني الثقة بك على مدارج الأخيار، فملأ قلبي بك فرحا ولساني ذكرى وجوارحي بك شغلا. إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يا رب امحو من قلبي كل ذكر إلا ذكرك، وكل حب إلا حبك، وكل ود إلا ودك، وكل إجلال إلا إجلالك، وكل تعظيم إلا تعظيمك، وكل رجاء إلا رجاءك، وكل خوف إلا منك، وكل رغبة إلا إليك، وكل رهبة إلا لك، وكل سؤال إلا منك. يا الله يا أكرم الأكرمين، يا من كفانا كل شيء، اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة، وثبتنا على ما يرضيك، وقربنا ممن يواليك، واجعل غاية حبنا وبغضنا فيك، وأدم علينا نعمتك وبرك، ولا تنسنا ذكرك، والهمنا في كل حال شكرك، وعرفنا قدر النعم بدوامها وقدر العافية باستمرارها. يا رب احفظ علينا عقولنا وديننا، وبك يا رب ثبت يقيننا، وارزقنا رزقا حلالا يكفينا، وابعد عنا كل شر ما يؤلمنا ويؤذينا ولا تحوجنا لطبيب يداويني. اللهم أنت الهادي إلى سواء السبيل، وأنت المغيث الحسيب الجليل، وأنت الحق وأنت الوكيل. نسألك أن تجعلنا ممن يقرنون القول بالعمل والمجتهدين بالسعي وصدق الأمل. نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن يصيبنا. اللهم نجنا برحمتك من النار، وعافنا من دار الخزي والبوار، وادخلنا بفضلك الجنة دار القرار، وعاملنا بكرمك ومغفرتك يا غفار. يا رب نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يا رب اللهم لا من لا تضيق بالوافدين ساحته، ولا بالمذنبين رحمته، ولا بالسائلين نعمته. نسألك وقد تقطعت بنا الأسباب إلا إليك، وانقطع الرجاء إلا منك، وضاع الأمل إلا فيك، أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تشر علينا خزائن من خزائن حكمتك، وأن تجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا. أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل آن. أين المفر منك وأنت المحيط بالأكوان، وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان. اللهم لا تكثر لنا فنطغى، ولا تقل علينا فننسى، وهب لنا من رحمتك وسعة رزقك ما يكون بلاغا لنا في دنيانا وغنى لنا من فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اطب بنا في قضائك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك. وهب لي غنى لا يطغيني، وصحة لا تلهيني، وأغنني
عمن أغنيته عني. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري، وفي مرضاتك كل أموري. اللهم إني أعوذ بك من أن يؤذيني إنسان أو يسطو علي شيطان، وأنت الواحد القهار. أشكو ضعف قوتي إليك وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد. إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. يا رب، كيف يمنعني ذنبي من الدعاء ولا أراك تمنع مع الذنب من العطاء؟ فالتوبة إليك والمغفرة لديك، ولا إله إلا أنت. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا رب، انظر لنا في هذه اللحظات نظرة رضا لا تسخط علينا بعد ذلك، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، إن لك عبادا مستضعفين في الأرض قد شردهم أعداء الله بعيدا عن بيوتهم بل هدموها. نسألك يا رب أن ترحم شهداءهم، وأن تشفي جرحاهم، وأن تشفي مرضاهم، وأن تطعمهم وتسقيهم وتؤويهم، وأن تمدهم بمددك، وأن تكف يد الظلم عنهم يا أكرم الأكرمين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، وأنت القاهر فوق عبادك. اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين، ثبت يقينهم، اللهم ثبت يقينهم، اللهم أعلي إيمانهم. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك من النعمة تمامها، ومن الرزق أوسعه، نسألك من العافية دوامها، ومن العمر أسعده، ونسألك من الرحمة شمولها، ومن الإحسان أتمه، نسألك من الإنعام أعمه، ومن العيش أرغده، وإننا نسألك من العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الذي تنطق المخلوقات بذكرك، ويسبح الرعد بحمدك، وكل ما في الوجود يقدسك ويسجد إليك. إلهي، وجدتك رحيما فكيف لا أرجوك، ووجدتك ناصرا فكيف لا أدعوك. ومن لي إذا قطعتني، ومن ذا الذي يضرني إذا نفعتني، ومن ذا الذي يعذبني إذا رحمتني. نعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، وأعوذ بك يا رب العالمين من كل شر. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اجعلنا حزبا لأوليائك، حربا على أعدائك، ننصر بنصرك من نصرت، وندعو على من آذى المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربي، أصلح بين الأزواج والزوجات، وبين الرعاة والرعية، وبين الحكام والمحكومين، وأصلح ذات بيننا، واطرد عنا شياطين الإنس والجن، وتوفنا على الإسلام يا رب العالمين، وتقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.